السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست إلهام. وش فيك ليك؟ حسيتي براسك عيان ومستنزف غير من بعد جلسة مع شي شخص؟ وش كتحس بلي كاينين الناس في حياتك الكلمة ديالهم بحال السم كينقصوا منك ومن طموحاتك؟ اليوم غادي نهضروا على الشخصيات السامة. شكون هما؟ كيفاش نعرفوهم؟ والأهم من هادشي كامل، كيفاش نحميو ريوسنا منهم بلا ما نضيعوا طاقتنا؟ كيفاش تعرف بلي هاد الشخص سام؟ بزاف منا كيخلط بين الشخص اللي دايز بظروف صعيبة وبين الشخص السام. الفرق كبير. الناقد الدائم، الشخص اللي كيشوف غير العيوب وعمره ما قال لك تبارك الله عليك. ضحية الظروف، هو ديما مظلوم والعالم كامل ضده وعمره ما كيتحمل مسؤولية أغلاطه. المتلاعب، المانيبيوليتر، اللي كيخليك تحس بالذنب على حوايج ما درتيهمش وكيستغل العواطف ديالك باش يوصل داكشي اللي يبغى. السؤال اللي كيطرح راسو هو علاش كنسكتو؟ غالبا حيت هاد الشخص يقدر يكون قريب، صديق قديم، فرد من العائلة أو زميل عمل. كنخافوا من المواجهة أو كنقولوا غادي يتغير مع الوقت، لكن الحقيقة هي إلا ما بديتيش بالتغيير انت، راه هو عمرو غادي يتغير. دابا وصلنا للمعقول، كيفاش نديروا الدرع ديالنا؟ هنا أنا أعطيكم بعض الخطوات اللي تساعدكم. أولا، وضع الحدود. تعلم تقول لا بلا ما تبرج بزاف. لا هي جملة مفيدة وكافية. ثانيا، قاعدة المسافة الآمنة. إلا كان ضروري التعامل معه مثلا في الخدمة، خلي الهضرة رسمية وقصيرة، ما تشاركش معه أسرارك أو نقط الضعف ديالك. ثالثا، ما تحاولش تصلحهم، هذه أكبر غلطة. انت ماشي طبيب نفساني، طاقتك أولى بها راسك ومشاريعك. رابعا، تجاهل الذكي. الشخص السام كيتغدى على رد فعل ديالك، الغضب، البكاء، تبرير. إلا عطيتيه برود تام كيدور يقلب على ضحية أخرى. في الأخر بغيت نقولك بلي صحتك النفسية هي راس مالك، ماشي أنانية أنك تبعد على صداع، بل هو قمة الوعي. شكرا حيت سمعتي لهاد الحلقة، وقول لي في التعليقات واش سبق لك تلاقيتي مع شخصية سامة وكيفاش تصرفتي معاها. ما تنساش تدعمنا بلايك واشتراك إلا عجبك المحتوى. نتلاقاو في الحلقة الجاية. تهلاو في ريوسكم.